إذا كنت بتخطط للتقاعد وبتفكر في الوجهة اللي حابب تسكن فيها بعد التقاعد، خليني أكلمك عن وجهة فيها أكتر من 50 جنسية اختاروا إنهم يعيشوا فيها بشكل دايم. إذا كنت بتخطط ماليا واستثماريا للتقاعد، فجزء كبير من استثمارك لازم يكون في الوجهة اللي حابب تقضي فيها وقتك وتمارس أنشطتك. الوجهة دي موجودة جوه مصر، يلا بينا نشوفها. يلا بينا نتكلم عن الوجهة دي بعد الانترو الجميل اللي جاي. Everything's alright with a violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high with a violet sky on my skin. Let me breathe deep, let me get away. There's no place else I'd rather be. Ooh, everything's alright with a violet sky. A violet sky on my skin. Violet sky, baby, 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 الجونة أحسن مكان يمكن تسوق فيه، أحسن مكان فيه طرق ونظافة، ولو في أي مشكلة في الطريق بتتصلح بسرعة. ويمكن لو أنت محب للعربيات الكلاسيكية أو العربيات الخارقة هتحس إن ده أفضل مكان. كمان في كل أنواع الوحدات، من فيلا لشاليهات، من أكبر فيلا لأصغر فيلا. في شواطئ، مراكب، أكتر من مارينا، في حفلات طول السنة، في لاجونز في كل الأحياء، في كمان مستشفى عالمي فيه كل الخدمات اللي انت محتاجها. كل انواع الاكل اللي انت محتاجها اللي بتفكر فيها موجودة، لانه في مطاعم كتير ومتنوعة. وما ننساش انه في خضري وفي كذا سوبر ماركت. مكان حلو لسواقة الموتوسيكلات والحاجات اللي شبه كده، زي البيتش باجي وغيره. كمان في محطات شحن كهرباء كتير، في مدارس، في فنادق اكتر من 18 فندق، وفي فندق للكلاب وللقطط، في كنيسة، في مسجد، في كافيهات، وفي أماكن للسهر. مش مصيف وبس زي الساحل، ولكن الناس هنا ساكنة طول السنة. أفضل ملاعب للجولف، وأفضل أماكن للكايت سيرف. كمان في سبورتنج زون فيها كل الرياضات بأسعار مخفضة. في أكتر من جيم، وفي منهم اللي على البحر. في كووركينج سبيسز كمان زي ريجس وجي سبيس. في السينما، وفي مهرجان الجونة، المهرجان العالمي. كمان المسافة قريبة من مطار الغردقة، وفي طيران مباشر لوجهات كتير. غير ان في مطار خاص جوه الجونة، مش هتحتاج تنزل الغردقة، لان عندك كل الخدمات. كمان في جو باص بيروح الغردقة والقاهرة، وفي اوبر شغال، وفي رقم للتواصل تطلب منه التوك توك. ايوه، توك توك موجود هنا محترم جدا وبالكهرباء. في بنوك، في بريد مصري، في البنوك وفي البريد المصري، في ساعاتي، في بتاع نظارات، بتاع هدوم، في عجل، في محلات ذهب، في كل الخدمات اللي انت محتاجها. كمان هنا في اهتمام بالبيئة وبالزرع وبالحيوانات. بتشم هوا نظيف، انضف كتير من القاهرة. خصوصا لو عندك حساسية، فده يمكن افضل مكان ليك. الهدوء والمناظر الحلوة واللاجونز في كل حتة. بالليل كمان بتشوف النجوم، وفي خدمات شهرية حسب كل كومباوند بتدفعها قصاد الخدمات اللي انت بتاخدها، حاجة كده زي الضريبة. وكل كومباوند بيحدد الخدمات بتاعته، وبتبقى حسب المساحة، حسب عدد الأمتار. الناس هنا محترمين ومبسوطين، مفيش تحرش، مفيش حاجة حد يضايقك. هنا بتعيش براحتك. حتى السايس هنا مش موجود، اللي بيساعدك انك تركن فرد امن ومش بيطلب منك حاجة. كمان هنا العيشة زي اوروبا. بنتكلم في عدد احياء موجود اكتر من 40 حي. يعني انت بتعيش بالطريقة اللي تناسبك، وبتعيش جوه التصميم اللي انت حبه. البحر الاحمر جميل، انت بتعيش هنا جنب البحر، وسط اهلك، وسط ناسك. مش محتاج تأشيرة، مش محتاج تجديد إقامة، مش محتاج إنك تسافر وتخرج كل شوية. مش مفيش فرق عملة. كل اللي اتعودت عليه هتلاقيه، كل أهلك موجودين قريبين منك. يعني 5 ساعات للقاهرة مش مشكلة، مش وقت كبير قوي. ده في ناس كتير من القاهرة بتيجي تقضي هنا الويك اند وبترجع تاني. ما ننساش انه الاب الروحي للجونة
ما ننساش ان اللي عمل الجونة دي هو سميح ساويرس، احد اهم المطورين العقاريين في العالم. كمان مهرجان الجونة المهرجان السنوي اللي بيتعمل في قاعة رائعة وفي مكان رائع وبيضم كتير من الممثلين الرائعين وبقى ليه أهمية كبيرة جدا في السنين الأخيرة. كمان عايز أكلمك عن الأمن والأمان. هنا الدنيا أمان جدا ومحدش بيدخل بدون تصريح. جوه الجونة في اسم شرطة غير الأمن بتاعها. كمان في رقم بتطلبه 16650، ده بتطلب منه كل الخدمات الممكنة اللي انت بتفكر فيها واللي انت محتاجها، زي الأمن زي الصيانة وأي حاجة تانية لو معاك أي مشكلة. الكومباوندز هنا جيتد، كل كومباوند ليه جيتس خاصة بيه وليه أمن واقف ومش أي حد بيدخل ويخرج. وفي ناس كتير بتحب الجونة ومش بتحب الساحل، وفي ناس تانية بتحب الساحل ومش بتحب الجونة، فهي بترجع لك. فأنا نصيحتي، فمع وجود 18 فندق ومع وجود شاليهات كتير للإيجار، انت لازم تيجي تجرب. انت لازم تيجي تجرب بنفسك وتقعد. انت لازم تيجي بنفسك تجرب وتقعد هنا فترة، تجرب وتقعد هنا وتلف هنا علشان تاخد قرارك باختيار الجونة كأفضل مكان انك تعيش وتسكن هنا. مع وجود 18 فندق وشاليهات كتير جدا معروضة للإيجار، أنا أنصحك إنك تيجي وتاخد فترة وتقعد. أنا أنصحك إنك تيجي هنا تقعد. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه ذئب العقارات مهند الوادية قرر إنه يشتري في الجونة، وعمل لقاء مع أحمد اليماني مدير مبيعات الجونة. يلا بينا. في الجونة وجاي أشتري عقارين، فيلا للعطلات وشقة استثمارية أأجرها وأحصل على عائد إيجاري بيوصل ل7% نت كل سنة. وعندي خيارين، إما أشتري من أوراسكوم ديفلوبمنت مباشرة قيد الإنشاء مع خطط دفع بتوصل لي 5 سنوات، أو إني أشتري من أوراسكوم ريسيل ديبارتمنت اللي تم تأسيسه حديثا، شقة أو فيلا جاهزة. راح أخذكم معي لتشوفوا شو الخيارات، بس قبل ما نروح راح أعطيكم نبذة سريعة عن الجونة. الجونة مدينة ساحلية مستدامة ومفعمة بالحياة على ساحل البحر الأحمر، على بعد 25 دقيقة من مطار الغردقة الدولي في أم الدنيا مصر، وبتمتد على 36.9 مليون متر مربع، وبتوفر 12 كيلو متر واجهات بحرية خلابة. ومدينة الجونة بتتكون من 15 ديستريكت و42 نيبرهود، وبتضم 18 فندق متنوع، منها فنادق 5 نجوم وفنادق من فئة البوتيك هوتيلز اللي أنا شخصياً كتير بحبها. وبتضم مدينة الجونة 25,000 نسمة من الناس الشغوفين اللي اختاروا الجونة ليعيشوا ويشتغلوا ويكبروا فيها. والجونة بتضم 2800 غرفة فندقية و5700 وحدة سكنية، منها تقريباً 1000 وحدة رح يتم تسليمها خلال هذا العام. في كتير أشياء ممكن أشاركها معكم عن الجونة. فيها 4 ماريناس لليخوت ومطار للطيارات الخاصة و4 مدارس، منها بوردينج سكول ومستشفى وملعبين جولف عالميين ومحلات ومطاعم وكافيهات ومرافق رياضية وثقافية تعد ولا تحصى. ولكن أكثر شيء أبهرني في الجونة هو الكلتشر وأسلوب الحياة اللي ما له مثيل، وحب الناس اللي عايشين وبيشتغلوا في الجونة وحسن ضيافتهم. والجونة بتستضيف العديد من المهرجانات والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية المختلفة على مدار السنة. فالجونة هي وجهة على مدار السنة، مش بس للإجازة أو الاستثمار. أكيد هلأ عرفتوا ليش حابب أشتري بيت للعطلات وللاستثمار في الجونة. يا جماعة شوفوا، عم بقول له بيشبه حد. مين بيشبه؟ فين ديزل. صحيح. بالجونة في فين ديزل. بص يا مهند، بما ان انت قررت ان انت تشتري فاينلي في الجونة، فخليني اقول لك ايه الاوبشنز اللي نقدر نختار منها. اول حاجة انت هيبقى قدامك البرايمري يونتس، المشاريع الجديدة اللي احنا بنقدمها. واحنا كأوراسكوم احنا اسرع ديفلوبر بيسلم في مصر، احنا بنسلم في خلال 2 سنين، وتقدر تستخدم بيتك فولي فينيشد بعد ال2 سنين دول، فتقدر تستفيد بالبيت بدري. اول حاجة لو انت بتفكر في بيت
بيت ليك and your family تبقى حاجه زي second home او vacation home، انا برشح لك ان انت تاخد ستاند الون او توين فيلا، فيبقى عندك your own private garden، ما عندكش جيران كتير، فتبقى total privacy. واحنا بنقدم مشاريع جديده through اوراسكوم تقدر تختار منهم على فيوز مختلفه. مشروع زي ذا ناينز باصص على الجولف، مشروع ده زي نورث باي باصص على اوبن لاجون. في اوبشن ان انت تقدر تشتري ريسيل، لان احنا عندنا فرايتي اوف اوبشنز في الجونه كلها في كل النيبرهودز القديمه والجديده، وتقدر تشتريها دايركتلي ثرو اور ريسيل ديبارتمنت، وبنوفر فيها على بعض الوحدات جزء من البيمنت بلانز. لو عايز تشتري يونت فور انفستمنت، فانا برشح لك ان انت تاخد حاجه في مالتي فاميلي زي 2 bedroom ابارتمنت، فتقدر تتاجرها بسهوله، وبتدخل لك رنت ييلد اولموست 6 to 8% yearly. واحنا بنوفر لك خدمه الايجار دي ثرو الجونه بلس بلاتفورم، واحنا عاملين الجونه بلس بلاتفورم ده مخصوص للهوم اونرز بتوعنا والريزيدنتس بتوعنا علشان بيوفر لهم سيرفيسز هاسل فري. بالنسبه للمشاريع اللي احنا طرحينها للبيع الفتره دي، خليني اقول لك كل الاوبشنز اللي موجوده او بعض من الاوبشنز الموجوده. احنا عندنا مشروع نورث باي. نورث باي هو مشروع معمول على اوبن لاجون، ديزاين باي انترناشونال اركيتكتس، حاطين فيه اوبن لاجون، فتقدر تحط مركب قدام البيت تقدر تطلع بيها للبحر دايركتلي. عندنا مشروع ذا ناينز، وده كان من انجح المشاريع اللي احنا وي لانش، باصص دايركتلي على الجولف وسنجل ستوري فيلاز. دول مشاريع I think ان هم ممكن يبقوا مناسبين for your personal use انت وعيلتك. بالنسبه للمشاريع التانية اللي احنا طرحناها، احنا عندنا مشروع زي كاماران، it's a multi family project، في شاليز 1 bedroom 2 bedroom and 3 bedroom apartments. عندنا مشروع زي فيرويز، it's شاليز 1 and 2 bedrooms باصين دايركتلي على الجولف كورس. وعندنا مشروع ميرامار ريزيدنسز which is serviced apartments باصين على اللاجون، وقدامهم زي ديك تقدر تحط مركب تطلع بيها دايركتلي على البحر. بالنسبه للريسيل ديبارتمنت، خليني اقول لك على المميزات بتاعتها او ايه البنفيتس بتاعتها. احنا بنقدم 3 مين سيرفيسز. اول واحده is to buy. احنا كاوراسكوم احنا اكبر مستثمر في الوحدات اللي موجوده في الجونه، وده بيدي ثقه للكاستمر بتاعنا ان هو his investment is safe. تاني سيرفيس احنا is to sell. لو الكاستمر بتاعنا عايز يبيع اليونت بتاعته، فاحنا بنعرضها له في الماركت وبنجيب له اعلى سعر ليها. تالت سيرفيس is to invest. لو الكاستمر بتاعنا عايز يشتري يونت في الجونه for investment purposes، زي ما كنت بقول لك احنا بنوفر له البروبرتي مانجمنت سيرفيس عن طريق الجونه بلس، ان هو البيت بتاعه يقدر يتأجر ويدخل له رنت ييلد from 6 to 8%. الجونة بلس هو بلاتفورم لتقديم خدمات هاسل فري، وبتقدم توتال بيس اوف مايند للعملاء. والجونة بلس بيقدم خدمات عديدة ومهمة. علشان احنا اهم حاجه عندنا is the customer experience، او ان احنا نوفر hassle free experience للكاستمرز بتوعنا، فعملنا بلاتفورم اللي هو الجونه بلس. الجونه بلس is a platform dedicated للعملاء بتوعنا الهوم اونرز والريزيدنتس، علشان نوفر لهم احسن خدمه. عن طريق ايه؟ اول حاجه عندنا ديزاين اند رينوفيشن. ديزاين اند رينوفيشن از ا سيرفيس في حاله ان الكاستمر عايز يشتري بيت جديد وعايز يعمل فيه كاستمايزيشن، عايز يكبر اوضه، عايز يعمل سويمنج بول، عايز يعمل ابجريد للفينيشنجز، احنا بنوفر له ده ثرو ا فرايتي اوف ديزاينرز موجودين. تاني سيرفيس احنا بنوفرها وهي الهوم سيرفيسز، ودي بتبقى السيرفيس زي الهاوس كيبنج، كيترينج، لاندري. كل السيرفيسز اكشلي بنوفرها لك هاسل فري عن طريق وان اكاونت مانجر هو اللي بيوفر لك كل حاجه. تالت سيرفيس وهي البروبرتي مانجمنت سيرفيس، احنا بنوفر لك عن طريق الجونه بلس بلاتفورم
هاسل فري اكسبيرينس في ان احنا نأجر لك البيت، وبندخل لك رنت ييلد اولموست 6 to 8%. وبالطريقه دي احنا بنكون وفرنا على كل الكاستمرز بتوعنا ان هم يكونوا بيتعاملوا مع ديبارتمنتس مختلفه، وبالذات للناس اللي مش موجوده في مصر سواء فورينرز او مصريين بالخارج، يقدر ان هو يتاكد ان هو سايب بيته في جود هاندز. وبالنسبه له هو بيتعامل مع اكاونت مانجر واحد هو اللي بيمانج كل الريكوستس بتاعته. واخيرا وصلنا لاهم نقطة في الفيديو، الشخص اللي ورا فكرة الجونة واللي بيحتفل ب35 سنة على انشاء الجونة، المهندس سميح ساويرس. يلا بينا. انا كنت سابقه بكتير من ناحيه الواقع، بينما هو كان سابقني من هو مبتدي المشروع قبليه ب4 سنين. بس انا لما جيت بعديه ب4 سنين وابتديت في سنه كنت انا باني اكتر من اللي هو عمله. فدي يوري لك برضه هو كان عارف، فكان هايب وهايب يعني هايب انه يفشل يعني. انا بقى هي يا عم دي حته لوكاندا 60 اوضه تبنيهم في سنتين وتتكل على الله، وشويه بيوت هتبيعها، والمارينا بتاعت المراكب اللي انت اصلا بتعمل المشروع عشان جبت مركب، يعني صنعت مركب جديده وعايز لها مارينا وما كانش في مارينات في الغردقه، واقنعت شويه اصدقاء ان يجيبوا مراكبهم ونقعد هنا ونعمل شويه فيلا للاسر يعني. والحكومه قالت لا ما فيش حاجه اسمها فيلا ومارينا، لازم تعمل فندق. قلت ماشي بالمره نعمل فندق حتى نقعد فيه اصحابنا لو جاي ناس كتير. وهذا كان بدايه هذا المشروع. فدي طبعا نعمه من عند ربنا انه ما قاليش خلي بالك انت قدامك مشوار. يعني انا قعدت ايه يعني 10 15 سنه على الاقل على ما ابتدينا نشوف عائد. شو اللي يميز الجونة عن باقي المدن؟ ان دي مدينه اللي عملوها بيعتبروها بيتهم، وبالتالي بنعتبر كل الناس اللي هنا ضيوفنا، وبعد شويه بنعتبرهم بارتنرز، وبعد شويه بنعتبرهم اسره. يعني احنا بنعمل حاجات في المدينه دي ما بتجيبش فلوس اطلاقا، بس مش مهم. يعني انا لما عملت المستشفى دي، ودي من احسن مستشفيات في مصر، كانش ليها لازمه قوي يعني، ولكن ده بابا وماما عايشين هنا، لازم يبقى الام ار اي احسن ام ار اي في مصر. ده محتاج، بابا كان في الاخر بيعوز غسيل كلى وكده، احسن جهاز يعني. ما مش هنبخل على المستشفى بحاجه جايز حد مننا حتى يعوزها. فدي بتدي لك ميزه مش موجوده عند الشركات، لان الشركه بتيجي تشوف العائد من وراء اي استثمار، وقرار مجلس اداره، وقرار مش عارف المديرين، واللجنه اللي درست قالت لك ده مثلا الجهاز ده كفايه، مش محتاج الجهاز الغالي بتاع. كل الحاجات دي مش موجوده في الجونه. يعني ده ما نفس المهرجان. والمهرجان ده يعني على رأي الكوميديان ده اللي طلع قال لك بيعملوه عشان يبيعوا شقتين وصالة بتاع. طبعا يعني ما حدش بيفكر بالمنطلق ده. يعني ده انا لو فلوس اللي بنحطها في المهرجان ده حطيناها في الدعاية كنا هناخد يعني دعاية ب 100 مرة، مش مثلا مرتين 3. بس الواحد بيعمل المواضيع دي لأنها ده بتدي كمان عزوة لأهل المدينة. يعني اللي عايش في الجونة بيبقى فخور ان المدينة بتاعته فيها حاجة كده. يعني اتفرج مثلا على الشوارع في الجونة، شوفوا عريضة ازاي، ملهاش لازمة، ده انت بتهدر ارضه كده. بس لا لا لا، انا عايز الشوارع عندنا تبقى احلى شوارع واوسع شوارع وكده. الميادين يعني اخد رهان ان الميادين اللي في الجونة بعد عمان من احلى الميادين اللي موجودة في العالم، يعني حاجه غير طبيعيه. فانا برضو قلت ايه، الله هم ساعين معاهم فلوس اكتر وكده، بس انا هعمل برضو ميادين حلوه. فدي كلها حاجات الواحد بيعملها من واقع حبه للمكان. والمدارس، انت عارف ان انا عندي ولاد طلعوا من مدرسه الجونه راح هارفارد. هذا انا اشوفه ادري مش العائد مباشر ماديا، بس العائد على ولاء اهل المنطقه. طبعا على الورد اوف ماوث، الناس تتكلم عليك بسمعه زين، الناس تمدحك وتقول لا لازم تشترون هنا. هذا هني العائد، ان جوده الحياه عاليه، الكواليتي اوف لايف از هاي. الناس تبقى، معظم الناس تشوفهم يستثمرون في وايد مشاريع حوالينا، ولا مره يروح يزوره ولا يجلس فيه. انت احلى شيء انك تستثمر، انك تبقى نفسك شخصيا انت وعائلتك وحبايبك تروح على اماكن. طبعا هذا معيار غير. لا ده هو ده معيار النجاح في عرفي يعني. مش بعت كام بيت،
سكنت كام بيت ومبسوطين ولا مش مبسوطين، هو ده المعيار. انا بحاول بقى يعني اتاكد ان ابني يمشي على نفس المنطق دوت. ما تبصش لحجم المبيعات، ما تبصش لحجم الارباح، بص انت عندك احسن ناس عايشه هنا وعندك ناس كلها سعيده انها عايشه هنا ولا لا، هو ده النجاح. وشو قصة المبنى اللي نحن فيه لميزون بلو؟ عشان لما اقعد في اي حته ويقولوا لي انت عندك لوكاندات حلوه، اقول له انا عندي احلى لوكاندا في البحر الاحمر. ما هي صحيح 13 اوضه، انما في النهايه فعلا هي من احلى الفنادق اللي على البحر الاحمر. هو جميل صراحه، صح. بدون مجامله. اتس بيوتيفول. انما طبعا ده طاقته حلوه على فكره. آه. انا فاكر السي او بتاع فور سيزونز كان في وقت ما بنتكلم معاهم لنا نعمل فندق، جه شاف الفندق ده قال لي ده احسن مكتب تسويق شفته في حياتي. قلت له يعني مكتب تسويق؟ ده فندق في اوض بتتاجر كده. قال لي لا، ما انت طبعا فاهم لما يجي حد هنا ويقعد في الفندق دوت هيحب الجونه وهيشتري بيت. صح. ابيتايزر. which is by the way في مثلا بتاع 10 فيلل اتباعت في الجونه بملايين، يعني مش مثلا فيلل صغيره وكده، من ناس قعدوا في ميزون بلو وبعدين بصوا لقوا ان المشكله انه يحجز وساعات ما بيلاقيش وكده، قال لك يا عم خلاص بقى احنا نشتري بيت. حلو. قريت ان انت تحتفل ب 35 سنه صح على الجونه؟ شو احساسك وكيف ناوي تحتفل؟ الحاجه الوحيده اللي انا حاسس بيها انهم طاروا. انا مخضوض بجد، مخضوض يعني. ده انا فاكر اما جيت هنا كانها حصلت من اسبوع مثلا. فدي الحاجه الوحيده اللي انا يعني هايبها شويه، ان انا بص الاقي القصه دي. انا امبارح حتى في الحفل بتاع الافتتاح ده اما وانا بتكلم وين بصيت يا نهار ابيض، مهرجان الجونه دي 8 سنه، بقى 8 سنين بعمل الشغلانه دي، ده كانها اتعملت امبارح. يا خبر ابيض، ده انت كمان في احتفال بتاع 35 سنه الجونه. فالموضوع دوت هو اكتر حاجه انا يعني متاثر بيها، ان الوقت بيجري بشكل مش معقول. اخر سؤال، ان شاء الله بعد طولة عمر وصحه وسعاده ونجاح، كيف تحب الناس تتذكرك؟ يعني احب ان الناس تقول ان انا كنت امين وكنت صادق وعمري ما مثلت على حد ولا على نفسي، واني سبت عيال زي الفل وبس. ما انت كمان يعني ده كتير قوي. ودلوقتي هسيبكم مع انترفيوز اتعملت مع ناس سكنت الجونة من بدايتها، وفي ناس تانية اتولدت فيها، في ناس جاية تقضي الريتايرمنت، وفي ناس تانية شغالة فريلانس او ريموتلي عايشة هنا. يلا هسيبكم معاهم واشوفكم في فيديوهات قادمة. باي باي. لازم اقول لك على سر، الجونه اختارتني. اول حد جابني الجونه كان يعني سميح ونجيب، كانوا اعرفهم وقتها، فجيت in 1995. واول ما جيت I had the feeling it has something very warm. Scuba diving. I was backpacking around. At the time the Red Sea, or still the Red Sea, is very popular for divers. So I came here to teach scuba diving. أنا اخترت الجونة عشان كنت عايزة حياة أفضل لأولادي، حياة تبقى مريحة شوية وتبقى أهدى شوية من زحمة المدن الكبيرة. وقعت في حب الديستنيشن من أول يوم وصلت. كان في 2000 نيو ييرز 2008 2009، وحسيت إنه مكان ممكن أقدر أعمل فيه الحلم بتاعي ساعتها، وكان إن أنا أعمل بطولة سكواش عالمية. الانرجي بتاعت المكان، كل حاجة تنجح حدث هي موجودة في الجونة. The weather, the change of life and work for you initially. I was here since I was 3 years old, and I went to the EGIS Alguna International School until I was about 14. Then I moved back to Sweden, but then when I was 19 I was begging my dad, I need to go back to Egypt, I need to be here because of the wind, the sea. My mother bought real estate here. I came and I bought a horse. I bought the horse, ended up with a stable, so that's what brought me to Guna. مش أنا اللي اخترت الجونة، هي أنا اتولدت في الجونة. أمي وأبويا هم اللي اختاروا الجونة من حاجة و30 سنة، فجونة chose me. I didn't choose it.
اكتر حاجه انا بحب اجي اشتغل من هنا سبيشالي قبل اي ايفنت كبير او قبل اي شغل عندي كبير، ان انا بقدر اولا في اماكن كتيره بعرف اشتغل منها، بعرف اشتغل بعيدا عن المكتب وضغط المكتب، بس في نفس الوقت efficiency اعلى، لانك بتبقى قاعد زي مثلا مكان زي اللي احنا فيه ده وتعمل ميتينجز وتقدر تستقبل ضغوطات الميتينجز بشكل احسن. في flip flops, you go out in your swimming shorts and you just spend your day like that. You wouldn't do this anywhere else. لا، هو الحياه في الجونه تخليكي ما تقدريش تعيشي في حته ثانيه، لانه الجو يسمح انك الاكتيفيتيز بتاعتك. انا راجل بموت في الاكتيفيتيز، لازم الصبح اركب العجله، لازم اروح الجيم، لازم اخلص جيم اطلع مركب، بحب الطبيعه، بعمل ووتر سكي، بلعب بادل، عندي كل حاجه في الجونه. سينري فظيعه، جو فظيع، بحر احمر ما فيش احلى منه. I love swimming. So now every morning when I wake up, I have my coffee, go in the lagoon and I swim distances. ان انا اتمشى كتير، الواحد مش لازم يعمل كل المشاوير بالعربيه، ممكن يتمشى على رجله، ممكن يركب عجله. وفي حاجه تانية مش ليا personally بس لاولادي، الواتش سبورتس. I think the lifestyle from start of the morning to late in the evening, that everything is so close together, from supermarket to restaurants to a beautiful kite spot just 10 minutes from my house. To be completely free، ان انا ابقى اي حد انا عايزه اكونه، البس اللي انا عايزاه، امشي في الشارع واصور براحتي and feeling safe يعني عامه. It's just to take your boat and beach your boat. Well, I'm with my horses here and I have my own stable here, so I cannot imagine, I mean, I would not have it anywhere else in the world. Tolerant. Sunshine, happiness, free. Free and happy, yeah. حقيقيين. The crowd is quite diverse. People generally end up here because they have hobbies. You know, some people like to go fishing, kite surfing, diving, walking, seekers. Warmth, for us they are like a chosen family. It's just really welcoming. You feel straight away at home, and I think everyone comes with open arms. روحهم خفيفه. They're like really joyful, excited. They make us feel happy. It's very fun and outgoing, and the vibe here is really, really awesome. My words would be freedom. اقول له ما تترددش لحظه، يعني انقل بكره هتشتغل احسن، هتبقى عندك مور افيشنسي. انا يعني ما بين هنا وما بين جونه والقاهره، ونفسي يعني مش عايز اقول ريتايرمنت، انا بالنسبه لي لسه بشتغل، بس نفسي اقدر اشتغل وقت اكتر من هنا. Just do it. Yeah, pack and come. Pack your bags and يلا. Yeah. انت لازم تقدم على هذه الخطوه، لانه life is too short. فاولا دلوقتي بقى في work from home، فدي بتسهل لك قوي شغلك، يعني مش هيوقف حالك. I would just say do it, try it out, because I believe it's worse to not do it and then live with the regret than to do it and think, nah, it's not really for me, because you can always go back. اقول له لازم يجي يجرب، يقعد شويه ومش عارف يمشي. It's an energy، يعني هي جونه جميله من غير ما فيش كلمه ممكن تعبر عنها. يعني احسن قرار تاخده في حياتك، بالذات لو عندك اطفال. It's just come here on vacation, see how it is, see how it maybe stay 2-3 weeks, and you'll directly feel the integration of the lifestyle and how you'd be able to then maybe one day live here, talk to people around, and I'm sure you won't regret it. El Gouna is a very safe place. You can do whatever you want in El Gouna, and I think it's the last place on earth when you are able to do it. I don't think they should hesitate, they should just do it. And this is a very, very safe place to be. Are we really gonna do this? I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did what I had to do, saw it through without
exception. I planned each charted course, each careful step along the byway.